بالاشتراك مع وزاره التربيه والتعليم ومن خلال فكر المشاركه المجتمعيه. المشروع النهارده وهو بيحتفل بالمهرجان الختامي للبطوله الثامنه، بنحب ان احنا نستعرض مع بعض نبذه سريعه عن المشروع من خلال فيديو هيكون جاهز 5 دقايق مدته. بعد ما كلمه الاستاذ عادل جرس رئيس شركه بيبسي كولا مصر، فليتفضل. السيدات والسادة الحضور، يسمح لي أن أرحب بكم جميعا وبقيادات وزارة التربية والتعليم ونجوم الكرة المصرية على تشرفهم لنا اليوم، شاكرا لهم حرصهم على مشاركتنا اليوم والاحتفال بالتصفيات النهائية لدوري بيبسي لطلاب المدارس في العام الثامن على التوالي، وخاصة أن هذا المشروع قد ولد وراء أمور وخطى بخطوات وثيقة حتى أكمل عامه الثامن في ظل التعاون البناء بين شركة بيبسي كولا مصر ووزارة التربية والتعليم. طالب المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها شركة بيبسي كولا مصر تجاه المجتمع وإيمانا بالمواهب التي يتمتع بها طلاب المدارس، فقد قامت الشركة بتبني مشروع دوري بيبسي لطلاب المدارس منذ عام 2003 وحتى عامنا هذا. واسمحوا لي أن أعبر لكم اعتزازنا وفخرنا بمشروع دوري بيبسي لطلاب المدارس وبالدور الذي قمنا به من إضافة عناصر الموهوبة إلى الكرة المصرية في جميع الأندية المصرية، وقد حقق هؤلاء اللاعبين نتائج باهرة وبطولات كثيرة. بنقدم دوري بيبسي المدارس مع الوزارة ومع السبورت بتاعنا. اللي أنا عايزة أقوله النهارده حاجتين، إن أهم حاجة في البروجرام بتاعنا إن إحنا مقتنعين تماما إيماننا بالمواهب الصغيرة، وده مش هينفع إلا لو إحنا ادينا الدعم المادي والمعنوي، وكمان الكونتينيوتي، ان احنا كل سنه نبقى عندنا القدره ان احنا نساعد. ف8 سنين من البروجرام ده بيوري قد ايه احنا عندنا اقتناع ان في هدف هايل، وال50 لاعب اللي موجودين وجزء منهم قاعد معانا النهارده، ده بيورينا اهميه دوري بيبسي للمدارس. هم بالطبع اللجنه المنظمه لدوري بيبسي كولا لبطوله المدارس على مستوى المراحل التعليمية الثلاث. هم بالطبع المشرفون والموجهون الذين طالما أمتعونا بإبداعاتهم التي لا تتوقف وإسهاماتهم المتميزة التي تظهر مدى حبهم والانتماء لهذا البلد العظيم. لا، المنتخب الأولمبي طبعا احنا عندنا مجموعة، يمكن لسه بيفكرني الأستاذ محمد إن احنا حسام عرفات موجود، عندنا بعض اللاعبين حسام يعني حسين دونيم كان برضه جه معانا فتره، لكن انا اتكلم على التارجت الاكبر. يمكن التارجت الاكبر اتكلمت مع القائمين على المشروع ان احنا مش عايزين نطلع بس لعيب موهوب ويلعب في الدوري المصري. يمكن انا نظمت التورنج او رحله لبيبسي او منتخب بيبسي، راحوا المانيا، زاروا اكثر من 4 مدن في المانيا. بجد كان المردود هايل جدا. يمكن الحاجه اللي يمكن كانت ناقصه ازاي الولاد دول يقدروا، وده كان التارجت الكبير، ان احنا نطلع لعيب مصري محترف على مستوى عالي. الحمد لله يمكن بعض العناصر الموجوده عمرو ازاي شاف الحياه الاحترافيه هناك بشكل كبير، احمد فتحي كذلك. فانا كان نفسي يعني التارجت بتكلم مع المسؤولين دلوقتي ازاي نطلع من هؤلاء اللاعبين مش كفايه يلعب منتخب مصر الاولمبي او منتخب مصر الشباب او حتى منتخب مصر الاول. اعتقد هو يقدر يشرح لنا شويه. طبعا برحب بكل الناس الموجودين، سواء من الاعلام او ممثلي شركه بيبسي او ممثلي وزاره التربيه والتعليم. اولا طبعا بشكر وزاره التربيه والتعليم على التعاون مع شركه بيبسي والساده القائمين على الشركه، لان فعلا احنا محتاجين مشروع زي دوت، ودي مش اول مره اكون موجود، لكن سعيد ان انا اكون موجود بصفه مستمره، لان المشروع ده فعلا محتاجينه بشكل كبير جدا في مصر، لان عوامل النجاح ما بتترتبش بس على اللاعب ان هو يكون عنده الموهبه، لا الفكر لازم يكون كامل، لان احنا مشكلتنا الفتره اللي فاتت دي ان احنا غير افريقيا ما عندهمش الوعي، ما عندهمش الموارد، لكن اللعيب اول حاجه بيعملها ان هو بياخد
بعضه بيسافر على فرنسا، بيسافر على هولندا، بيسافر على اي مكان وهو صغير. بعد كده بياخد الشيء اللي شركه بيبسي بقى هي بتوثقه وهي اللي هي بترعاها دلوقتي، اللي هو الفكر اللي قاله كابتن طبعا هاني. طبعا كان اللعيبه اللي هي تعتبر من احسن من وجهه نظري الشخصيه، احسن لعيب مثل مصر في الاحتراف، لانه فعلا عنده الفكر كامل، لانه كان عنده هدف اساسي في حياته ان هو يعمل حاجه للكره المصريه ولحياته الشخصيه. وانا شايف طبعا المكان اللي هو موجود فيه كمدرب لمنتخب مصر، شايف ان هو ان شاء الله يكون منتخب مصر الاول ان شاء الله في الفتره الجايه. بلعب في بورسعيد في نادي اسمه الجمارك، وكنت في مدرسه هناك ورحت من خلالها دوري بيبسي. كان اللي بيشجعني المدرسين هناك من المدرسه بتاعتي، فطلبت يعني من بورسعيد يعني من القاهره هنا، وطلعت مع دوري بيبسي. طبعوني اكثر من رحله، مانشستر والمانيا ورحت كذا والاردن برضه، وعملنا انجازات حلوه. خدت البطوله العربيه الاساسيه في الاردن وحققنا نتائج حلوه والحمد لله يعني كويسين. محمد